السلام عليكم ورحمة الله. الفن باليمن الآن، الفن باليمن الآن. كان زمان أيوب طارش والفنانين الثانيين وغير وأبو نصار وغير كانوا يسجلوا باستديوهات ويطلعوا نسمع أصواتهم، وإذا طلعوا بالتلفزيون يطلعوا بصورة مشرفة. الآن شوهوا بالفن الفنانين. هل يصلح الفن نقدمه في مجالس حلقات؟ كل واحد يعني نافخ فمه يعني من هنا ومنلقى هذا ومنلقى هذا يقول لك هذا فن. يعني لو من جاء قدم لك بس أكل وتعرف إن الطباخ نظيف والمطعم نظيف بس يقدمه بصحن وسخان، هل تقبل هذا الأكل؟ نفسك لا تستطيع أن تذوق الأكل هذا. لذلك إحنا نقدم الفن اليمني بطريقة يعني مشوهة. حتى لو في واحد يعجبها اللحن ويعجبها الفن ويعجبه سيكره الفن بمجرد مشاهدة هذه المناظر القبيحة التي تظهر بالمجالس، المناظر المقززة. يعني إلى متى يعني نظل بهذا الشكل؟ يعني نظهر الفن اليمني ونشوه صورته بهذا الشكل بهذه المناظر القبيحة التي نشاهدها بالقاعات. الفن اليمني عمره ما يظهر ولا يشتهر، بالعكس هم بالطريقة هذه يشوهوا صورة اليمن. عندما يطلع واحد مخزن منافق يعني وجهه بهذا الشكل، هذا هو يشوه صورة الفن والفن اليمني والتراث اليمني. الفن اليمني عمره ما يقدم بهذا الشكل. ليش الناس لا يخسروا ملايين على الفيديو كليب هذا اللي يصوروا في عدة أماكن ويظهروا في أجمل مظهر، من أجل أن يظهر بمظهر جميل جدا أمام العالم، مش يظهر بالمظهر الذي نشاهده في مجالس القات وأماكن العرس وغير وغير، يقول لك هذا فن يمني. هذا عبارة عن زبالة. إذا كان الفن اليمني بهذا الشكل لن يتقبله أحد، لن يستصيغه أحد، لأن احنا لا نظهره بمظهر قبيح، بمظهر بشع، يعني بمظهر يشوه صورة اليمن بأكملها. تحياتي.